السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. ان شاء الله طبعا يعني بعد اجازة العيد وكده فقلنا لازم بقى نرجع نعمل شغلنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا نعمل أحلى وأجمل شوية مكرونة بالكبد والقوانص. ما شاء الله حاجة كده سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد منك وقت خالص. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل المكرونة بالكبد والقوانص ازاي. طبعا أنا كان عندي هنا يعني صدر فرخة قطعتها كده لقطع صغيرة، وبعد كده عندي بقى القوانص وعندي الكبد قطعتهم كده زي ما انتوا شايفينهم. بعد كده عندي فلفل حامي وفلفل بارد وبصل شرايح كده زي ما انتوا شايفينه. ده كل المكونات اللي عندي. طبعا انا جبت عندي هنا كده صينيه حطيتها عندي على البوتاجاز وهنزل فيها بشويه من الزيت. انا اخترت اعمل الحاجات دي في الصينيه عشان خاطر يعني احط كل حاجه كده ما تنزلش ميتها. اهي ما شاء الله انا نزلت بقى بالزيت، وبعد كده سبت الزيت لما سخن معايا كويس جدا، وبعد كده بقى نزلت عليهم بالقوانص الاول. طبعا القوانص بتاخد يعني نار اكتر من الكبد شويه. اهي ما شاء الله اديتها تشويحه، طبعا ما نزلتش ميتها ولا حاجه، زي ما قلت لكم انا عاملاها في حاجه كبيره عشان ما تنزلش ميتها. وبعد كده بقى ركنت القوانص عندي كده على جنب في الصينيه، وبعد كده نزلت بقى بصدر الفرخه اللي كان عندي. طبعا انا قطعتها قطع صغيره كده زي القوانص ما شاء الله طبعا، ونزلت بيها كده هديها صدمه برضو ومش هتنزل ميتها. كده هقلب فيها لغايه لما تاخد عندي تشويحه حلوه كده. اهي زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله بقى كانت ريحتها جميله جدا. اهي انا كده بقلب فيها، وبعد كده بقى قلبت اللحمه مع القوانص كده زي ما انتوا شايفينهم، هديهم تقليبه، وبعد كده بقى هركنهم عندي بقى على جنب وهنزل بالكبده. اهو زي ما انتوا شايفين انا بركن عندي القوانص وصدر الفرخه اللي انا مقطعاه صغير ده كده على جنب، وبعد كده بقى هنزل بالكبده. اهي زي ما انتوا شايفينهم يا دوب بس كده هفردها في الصينيه مش هقلبها عشان ما تنزلش ميتها. اهي ما شاء الله. مش عايزه اقولك بقى كانت ريحه بقى الكبد والقوانص مع ريحه صدر الفرخه اللي انا عملتها عليهم دي ما شاء الله كانت ريحتهم جميله جدا. وبكده ما شاء الله بعد الكبده ما خدت معايا تشويحه كده، يعني بعد ما اديتها صدمه، بعد كده هبتدي بقى ان انا اقلب فيها ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده. لونها حلو جدا وريحتها بقى مش قادره اقول لك، ريحتها جميله خالص. اي ما شاء الله عملنا احلى واجمل مكرونه بطريقه سهله وبسيطه وما شاء الله، يعني غير اي طريقه. طبعا دايما بنعمل المكرونه بتبقى عاديه كده يعني بالصلصه، ومره نعملها متحمره، فديت عملناها بالكبد والقوانص. وبعد كده جبت بقى البصل عندي، نزلت بالبصل بقى على الكبد والقوانص، وهبتدي بقى ان انا اقلب فيهم كده لغايه لما البصله كده تدبل معايا. انا مش عايزاها تحمر ولا حاجه، انا عايزاها تدبل بس معايا. وبعد كده جبت عندي 3 فصوص توم مهروسين ونزلت عليهم بقى كده وهقلب كده ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده البصل يعني دوب البصلة دبلت بس معايا. وبعد كده بقى هنزل عليهم بالفلفل بقى الحامي على الفلفل البارد وهديهم تقليبة كده بسيطة. ما شاء الله لونهم حلو جدا وريحتهم جميلة خالص بعد ما حطيت بقى التوم والبصل والفلفل. وبعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقة من الكمون على الفلفل الأسمر على الكزبرة الناشفة على ملح. ده طبعا أنا بعمله بقلبه كله كده مع بعضه، ونزلت عليهم بمعلقة كده كبيرة طبعا الكمون والفلفل الأسمر والكزبرة الناشفة والملح. وبعد كده بقى زي ما انتوا عارفين أنا عملت الصلصة بتاعت المكرونة. يعني جبت بصلاية صغيرة كده حمرتها تحمير خفيف كده، وبعد كده نزلت عليها بقى بالطماطم لو سبتها لغاية لما الطماطم اتسبكت معايا. وبعد كده بقى جبت الصلصة بتاعت المكرونة دي نزلت عليها على الكبد والقوانص وعلى كل حاجة انا قلبتهم عندي كده في الصينية.
ما شاء الله زي ما انتوا شايفينهم. بعد كده بقى جبت زي طبقين كده من المية، حطيتهم في الحلة اللي كانت مطرح الصلصة، ونزلت عليهم بقى كده بطبقين من المية على الصلصة على الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفينهم كده. يا دوب هتاخد معايا بس يعني غلوة واحدة، هتاخد غلوة واحدة بس اهي ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها. طبعا انا كنت سلقه المكرونه وكنت راكناها كده عندي على جنب، بقى قلبت المكرونه في الكبد والقوانص والصلصه ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، قلبتها جميله جدا وطعمها جميل خالص وريحتها تحفه اهي زي ما انتوا شايفينها، لونها حلو جميل خالص ما شاء الله اهي زي ما انتوا شايفينها كده. عملناها بكل سهولة وكل بساطة ومش خدت مننا وقت خالص، وطبعا تغيير في انواع المكرونة اللي احنا بنعملها ما شاء الله لونها جميل جدا وكان طعمها تحفة اهي ما شاء الله حلوة خالص. وعايزة اقولك بقى لو اول مرة بتشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.